لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا موضوع سريع النهاردة، صيانة رايح اعملها، حاجة ظهرت عندي في العربية فرايح اعملها. فحبيت برضو اشارككم معايا او اوريكم الصيانة اللي هنعملها، عشان لو حد عنده نفس العرض ده او حصلت عنده نفس الحاجة يستفاد من الموضوع. بس الاول عايز اقول للناس اللي اول مره تدخل على القناه عندي يا ريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركه يا ريت برضو نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا جماعه ما ننساش اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل. العرض اللي ظهر عندي هو صوت بيظهر مع دوسة الفرامل في الدوسة الخفيفة، يعني اما بتيجي تدوس فرامل سواء على سرعة او مش على سرعة، يعني بس لما بتيجي تدوس فرامل اللي هي الدوسة اول دوسة او الدوسة الخفيفة خالص بتعمل معاك صفارة جامدة. وانا عامل صيانة الفرامل الخلفية كده كده، مغير تيل الخلفي، حاطط لها تيل ياباني وحاطط لها المساطر متغيرة، والطنابير بس هي اللي يعني ما غيرتهاش. والطنابير كان فيها مشكلة، كانت محتاجة تتعمل لها خراطة او تتغير. احنا النهارده هنروح نعمل لها خراطه وهنمسح وشها، مش هنغيرها لان حالتها لسه كويسه. وقبل كده كنت شرحت لكم في الموضوع بتاع الفرامل، الفرق بين الفرامل الخلفيه اللي هي الدرامز اللي هي الطبل اللي هي عندي دلوقتي في العربيه، والفرامل الخلفيه الديسكس اللي هي بتبقى شبه اللي قدام. الفرامل الخلفيه الديسكس ما بتحتاجش غير تغيير التيل بس، ولو بقى الطنابير بعد يعني فتره طويله ممكن تحتاج تتخرط او تتغير، بس ده بعد مده طويله. برضو نفس الكلام في الدرامز، التيل والطنابير بيقعدوا مده طويله. الطنابير بتاعتها بتحتاج برضو بعد مده طويله انها يعني ساعات برضو، بس ما بيظهرش فيها مثلا رعشه او كده، بتعمل صوت بس، ممكن تعمل صوت زي ما حصل عندي كده. فهنروح النهارده هنعمل الطنابير الخلفيه مسح او خراطه. الخراطه دي اللي هو بيمسح وشها، يعني الجزء اللي هو الداخلي بتاعها، اللي هو الوش الداخلي بتاع الطنبوره الدرامز، وده الجزء اللي هو بيمسك عليه التيل، بيكون فيه تعريجات او خطوط او كده. فبيبدا هو يخلي الوش ده املس، تبقى زي ما كانت جديده. فانا بوديها عند حد اللي اسمها الورشه الهندسيه في العباسيه دي، دول عندهم جهاز متخصص بتاع الطنابير بس، يعني هم مش خراطين كده، لا هم ناس متخصصين في الدبرياج والفرامل وخراطه الدبرياج والفرامل، الحاجات اللي هي بتحتاج دقه في الخراطه دي. فجايبين جهاز مخصص للكلام ده، وانا ما بقتنعش باي خراطه تانية في اي مكان تاني بصراحه، لان جربت الخراطه دي عند ناس كتير، عند خراطين عاديين، يعني ما بتطلعش مظبوطه ابدا، لانها ما بتبقاش بقياسات مظبوطه، وممكن تطلع فيها عوجه، ممكن تطلع مش مظبوطه، ممكن تاكل منها زياده. انما الجهاز المخصوص بتاع الطنابير اللي عند الورشه دي بالاخص بيعملها بالمقاسات المظبوطه بالظبط، وما بياكلش منها كتير، هو بيمسح بس الوش طبقه قشره رقيقه خالص، بحيث ان هو ما يضعفش الطنابير، وفي نفس الوقت يكون الوش بتاعها املس. فلو بتعمل صوت او فيها، او لو الطنابير الاماميه مثلا فبتعمل معاك رعشه او كده، كل الكلام ده بيروح. الطنابير الخلفيه ما بتبانش فيها رعشه ولا حاجه، غير ممكن في اللي هي الديسكس ممكن تبان، بس على السرعات العاليه قوي ومع دوسة الفرامل الجامده هتلاقي في لخبطه في الفرامل بس. وبرده في الدرامز بيبان كده وما بتبقاش باين قوي، بيبان الصوت يعني، خاصه الدرامز دي هي اللي بتعمل صوت دايما لما بتبقى الطنابير محتاجه خراطه يعني، او لو نوعيه التيل وحشه او كده. عشان كده انا برضو في موضوع الفرامل قلت لك ما تسترخصش في التيل، هات انضف تيل ممكن تجيبه. لو عرفت تجيب الاصلي او عندك امكانيه تجيب الاصلي هاته، ما عندكش امكانيه تجيب الاصلي هات انضف بديل ليه. فبالنسبه للعربيه اللي معايا النهارده، العربيه النهارده اللي بتكلم عليها اللي هي الهوندا السيفيك الاف دي، اللي هي من 2008 لحد 2010. 2007 و2008 كانت الطنابير الخلفيه بتنزل درامز، بعد كده 9 و10 و11 بقت ديسك زي قدام.
فدي ما فيهاش مشكله. هي يمكن بس القديمه هي اللي كان اللي هي 7 و8 كان فيها الطنابير الخلفيه الدرامز، فيعني بتبقى صيانتها على مدة طويله، بس ادائها في الفرمله بيبقى اضعف شويه من الديسكس، وخاصة فرامل الرجل. يمكن هي الدرامز بتبقى الهاند بريك اقوى، لكن في الديسكس دوست الفرامل او دوست الرجل نفسها بتبقى اقوى. فهنا يعني لو انت عندك امكانية انك تغير، لو انت الصيانة بقى بتاعت ورا دي هتغير مثلا طنابير وهتغير تيل وهتغير مساطر وهتغير الحاجات دي كلها، فانت هتخش في مبلغ كبير، فيبقى كده احسن لك هات طقم فرامل خلفي بتاع ال 2010 لو انت معاك نفس العربيه اللي هي الهوندا السيفيك الاف دي اللي هي 2007 او 2008. لو 9 و10 خلاص ما عندهمش مشكله، انما 2007 2008 لو انت يعني عندك حاجات كتيره بايظه في الفرامل الخلفيه غيرها كلها وهات لك سيستم كامل 2010 تبقى ديسك زي قدام، هتاخد اداء فرامل احسن. بس طبعا استنضف من عند حد تجيبه من عنده موثوق منه يديها لك ويضمنها لك، يديك الطقم كله بيتباع اللي هو طقم الفرامل كامل الخلفي ده، جنبين اسمهم جنبين فرامل، بيدوم لك حتى الواير بتاع الفرامل بيتغير، والخرطوم بتاع الفرامل نفسه بيجي معاها، وكل حاجه بتيجي كامله يعني، بتتركب على طول، بتفك دي وتتركب دي على طول مكانها. ده لو انت هتصرف كتير، انما لو هتغير تيل بس مثلا ورا خلاص غير التيل لو عندك، او لو ما عندكش امكانيه انك تغير مثلا اللي هو تجيب طقم الفرامل لانه وصل دلوقتي ل 5000 جنيه و6000 جنيه، فخلاص يبقى خليك في الفرامل بتاعتك وصلحها وصينها وخلاص. فهنا انا الناقص عندي في الفرامل الخلفيه، لان انا ظبطتها كلها من يعني كل حاجه فيها تقريبا جديده ما عدا الطنابير. فالطنابير هنروح نشوف دلوقتي واحنا بنخرطها او بنمسح الوش بتاعها ونرجع لبعض تاني. وهنا كنت رحت الورشة اللي هي اسمها الورشة الهندسية اللي موجودة في العباسية اللي كنت قلت لكم عليها. دي أحسن ورشة بالنسبة لي بتاعت خراطة للطنابير والدبرياج والكلام ده، وهحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن. ده هنا دي الفرامل الخلفية الدرامز اللي هي الطوبل زي ما بيسموها، ودي فك الطنابير من عليها، وفك الطنابير بتاعتها سهل، بيفك الجنط، وبعد كده بيكون الطنبورة ليها مسمار في بعض العربيات، لكن هنا العربية ملهاش مسمار. لو المسمار الصغير ده موجود بيفكه، وبعد كده بيديها دقة خفيفة وبيتطلع مع الطنبورة. وطبعا بتبقى لازم تبقى مسايب الفرامل عشان التيل ما يبقاش قافش على الطنبورة. ولو ملهاش مسمار بقى على طول دقة خفيفة بتطلع معاه. وهنا بصور لكم الاجزاء بتاعتها كلها بتاعت الطنابير. ده مسمار انا كنت مغيره، كان صنايعي كان مبوظهولي قبل كده وغيرته، وجبت لها المسمار الاصلي بتاعها وهو ده اللي راكب هنا. ودي الاجزاء بتاعتها، ده التيل الياباني اللي هو زي الاوريجينال بتاعها بالظبط، ودي السوسته بتاعتها، ودي الاجزاء بتاعت الفرامل الدرامز. ده النظام القديم يعني اللي كان موجود في كل العربيات من زمان ولحد دلوقتي، حتى العربيات الكوري والياباني وكده في عربيات كتير قوي لسه بتنزل فيها بنفس السيستم اللي هو الدرامز ده، مع الاي بي اس او بدون اي بي اس موجود. هو بتكون فرملته زي ما قلنا في الهاند بريك اقوى من اللي هو الديسكس، ولكن في الديسكس بيكون دوست الفرامل اقوى شويه. وهنا انا عامل له صيانه كامله ومتغير له المساطر ومتغير له التيل ومتنضف ومتظبط كل حاجه، يعني مش ناقص بس غير في خراطة الطنابير. وده عشان الصفارة اللي قلتلكوا عليها. وده هنا الصنايعي اللي فك الفرامل او فك الطنابير الخلفية، بيتكلم عن الشغلانة اللي هم هيعملوها يعني. وهنا دي الطنابير بعد ما اتخرطت اهي زي ما انتم شايفين، الوش بتاعها اتمسح كله، بقت كأنها جديدة، والسكنس بتاعها زي ما هو ما تأثرش بأي حاجة. وده ميزة الجهاز اللي عندهم اللي هو المتخصص بتاع الطنابير، شايفين السكنس بتاعه مظبوط، ما فيهوش اي ان هو اتاكل زيادة منه او حاجة ولا اي حاجة، مش زي الخراطين العاديين بيتاكل منه كتير وساعات بيطلع معوج ودايما بيطلع مش مظبوط. ولكن الجهاز بتاع الطنابير اللي هو مخصص بتاع الطنابير ده ما بيقللش السكنس بتاعتها، وفي نفس الوقت او بيشيل منها حاجة بسيطة خالص لا تذكر، وفي نفس الوقت بيبقى وشها بيرجع كأنه جديد، بيمسحه كأنه جديد يعني. هنا بيعمل حاجة اسمها الرجلاش بتاع الفرامل، او بيشد الفرامل الخلفية
بيخلي التيل يبقى مشدود عشان يبقى عندك الهاند بريك على تكتين او 3، هما دول اقصى حاجة لما بتبقى مشدودة. ده بيأثر طبعا معاك في دوسة الفرامل، بيخليها تبقى اقوى. فهو بيظبطه. في بيبقى عنده زي مسمار رجلاش كده بيبدأ يحركه، سنون بيحركها عشان يشد الفرامل او يشد التيل على الطنبورة، وبيبدأ يظبطه لحد ما يلاقي الطنبورة بتتحرك معاه بسلاسة، وفي نفس الوقت مش سايبة خالص. يعني هو بيوازنها كده بالويم او بخبرته. يعني هو لقاها ماسكة قوي فبدأ فسيبها شوية كده، دي بقت مظبوطة. الفردة بتتحرك ما بتعملش صوت، وفي نفس الوقت التيل ماسك عليها بشكل كويس. بيبدأ كده خلاص يركب ويركب الجنط، وخلاص كده العملية بتاعته خلصت. وهيكرر نفس الموضوع الناحية التانية، وكده خرط الطنبورتين. فانا صورت لكم الجنب ده، والجنب التاني هيعمل فيه نفس الكلام. يعني زي ما شفنا كده يا جماعه، وريتكم الفك الجنبين، والموضوع سهل بسيط خالص، لان انا كمان كنت مصينها قبل كده. فيها الفرامل يعني متغير لها المساطر ومتغير لها التيل ومتغير لها كل حاجه. فهو يا دوبك فك الطنبورتين، خدهم خرطهم على الجهاز المخصص اللي انا قلت لكم عليه اللي موجود في الورشه دي. واسيب لكم العنوان بتاعها تحت الفيديو في الديسكريبشن لو حد عايز يروح يعمل الموضوع ده عندهم. ورشه هم هي دي اللي عندهم الجهاز ده. اكيد في ناس تانية عندهم، بس انا ما اعرفش غير الورشه دي اللي عندها الجهاز اللي هو مخصص بتاع الطنابير ده. وزي ما شفنا الوش بتاع الطنابير بقى املس زي ما وريته لكم كده، وبقى مظبوط كانها لسه جديده. وهنجرب بقى ونشوف. المفروض كده بقى ان الصوت او الصفاره اللي كانت موجوده تبقى راحت خلاص. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات عشان نقدر نطور من المحتوى ونقدم لكم فيديوهات افضل. وشكرا.